ايه المعيار اللي تقدر تختار بيه الكورس اللي هيعلمك صح؟ في ناس لما بتيجي تذاكر برمجة بتكون مفكرة انها لو اختارت اطول كورس فهي كده خلاص في السليم، انها خلاص ضمنت انها تتعلم كل حاجة في المجال ومفيش فعلا اي حاجة هتفوتها، وهي فعلا كده بتعمل الصح. يعني في الحالة دي الكورس ابو سنة ده سواء بقى مجاني او بفلوس هيكون احسن من الكورس ابو 3 شهور، ده من وجهة نظرهم. بس للأسف طريقة التفكير دي ملهاش اي اساس من الصحة. المعيار الصح هو انت لما بتيجي تتعلم كورس، هو الكورس ده هيعلمك ايه فعلا. بص على المحتوى اللي الكورس ده بيقدمه. الكورس ده يعني انت عايز تتعلم ايه؟ هل المحتوى بتاع الكورس ده فعلا مكفي وموفي الحاجة اللي انت عايز تتعلمها دي، ولا في حشو ملوش لازمة بمجرد ان هو بيبيع لك كورس او حاطط لك كورس يبهرك بالمدة بتاعته، اللي هو يا فرحتي انا باخد كورس على مثلا مدة سنة، بس في الاول والاخر يعني بتلاقي المحصلة بتاع السنة دي صفر، ما بتلاقيش في أي حاجة أنت استفدتها. أو الفايدة بتاع السنة دي أنت تقدر إن أنت تعلمها في وقت أقصر، فأنت كده بتضر نفسك. بتبص برضو هل الكورس ده بيقدم لك فعلا مشاكل من أرض الواقع، بيحل لك حاجات أنت فعلا هتستفاد منها ولا لأ. اللي هو مش مجرد إن هو بيضرب لك أمثلة في الهوا خلاص، لأ، أنت عايز حاجة تعلمك حاجة، مشكلة حصلت من أرض الواقع، عشان أنت لما تيجي بعد الكورس ده تطبق على مثلا شغل او تاسكايه، فانت تقدر تربط اللي انت اتعلمته باللي بيحصل في ارض الواقع. من الحاجات اللي لازم تاخد بالك منها هو مين اللي هيشرح لك. هل اللي هيشرح لك المعلومه دي فعلا مؤهل ان هو يشرحها ويوصل لك المعلومه دي؟ فالحاجات دي انت بتقدر تعرفها عن طريق الفيدباكس بتاع الناس اللي خدت الكورس ده قبل كده. بتبدا انها تحط الفيدباكس، فانت بتخش بقى تسالهم او تشوف الكومنتس على الحاجات دي، فبتقدر تستنبط هل الكورس ده فعلا هيفيدك ولا لا. وفي الحالة دي انت بتقدر تميز بين الكورسات وبعضها، تقدر تحدد الكورس فعلا اللي هيفيدك ويضيف لك من الكورس اللي مش هينفعك خالص. ممكن الكورس ابو 3 شهور يكون فيه معلومات اقيم وافيد من 100 كورس بسنة، بس انت اختار صح.